يعني ايه الاعلانات الممولة بتشتغل بنظام المزايدة؟ انا هعرفك ببساطة جدا. محمد واحمد بيعملوا اعلانات على اي بلاتفورم سوشيال ميديا، فيسبوك او انستجرام. احمد حاطط على اعلانه 5000 جنيه مثلا، ومحمد حاطط 7000 جنيه مثلا. مين فيهم هيظهر اكتر ومين فيهم هيظهر الاول للاودينس المهتمين بيهم او مهتمين بالخدمة او المنتج اللي هم بيقدموه؟ اكيد اللي دافع اكتر هيظهر الاول وهيظهر لعدد اكبر من الاودينس. وهي دي فكرة المزايدة على سوشيال ميديا بلاتفورم. ببساطة اكتر، لما تيجي تحط ميزانية لاعلانك لازم تحطها بناء على سعر الدولار. السوشيال ميديا بلاتفورم ما بيفهموش لغة الجنيه، بيفهموا لغة الدولار. فالنهاردة لو انا بعمل اعلان، مفيش حاجة اسمها اعلان ب 100 جنيه ولا في حاجة اسمها اعلان ب 50 جنيه في اليوم، لان دول ببساطة يعتبروا دولار او 2 دولار. لكن لما اجي اعمل اعلان، يفضل ان انا احط ميزانية بناء على سعر الخدمة او المنتج اللي انا بقدمها والشريحة المستهدفة عندي، اذا كانت شريحة كبيرة او شريحة صغيرة. ببساطة ما تعملش اعلان ب 50 جنيه في اليوم او ب 100 جنيه في اليوم وتنتظر ان هو يعمل معاك مبيعات. حط اعلان او حط ميزانية اعلانية صح عشان اعلانك ينجح ويوصل للعميل اللي انت محتاجه.